السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عجبني بزاف التفاعل ديالكم الاخوان والاخوات في الفيديو الاخر اللي نشرناه في القناة. كنتمنى نفس التفاعل يكون في هذا الفيديو ان شاء الله. ما تبخلوش على اخوكم بالنقر على زر الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس للتوصل بجديدنا اول باول، وبالبلوه في التعليقات بشعارنا الخالد الابدي الوطني: الله الوطن الملك. نمشيو الان لابرز عناوين اخبار اليوم او اسئلة اخبار اليوم. لمن يتسلح سعيد شنقريحة؟ هل للجزائريين؟ وهل فعلا فرنسا تسلح البوليزاريو عن طريق الجزائر؟ المملكة المغربية ترد على السريع وتعاقب فرنسا شر عقاب. موريتانيا تزلزل الجزائر بسبب صحراء المغرب. المعتوه حفيظ دراجي يلقنه جواد بادة درسا لا ينسى، كما أنني وجهت له أو أعطيته العصير في كاس كبير في هذا الفيديو. بشعار الله الوطن الملك نفتتح حلقة اليوم. وصل المعلق الجزائري بقنوات بين سبورتس القطرية حفيظ دراجي استفزازه للمغاربة بدفاعه عن الصحفي البنيني فيليكس بيبريبي المتهم بالاعتداء الجنسي على مسؤولة مغربية تعمل في لجنة التحكيم بالفيديو التابعة للاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف. نشر حفيظ دراجي تغريدة على حسابه على تويتر جاء فيها ما يلي: يبدو أن الصحفي البنيني فيليكس بيبريبي المعاقب من طرف الكاف لمدة 5 سنوات دون تحقيق بسبب قضية تحرش خلال شان الجزائر. أضاف الدراجي قائلا: ذهب ضحية تحرش من نوع خاص لأنه أبدى إعجابه بتنظيم الجزائر الرائع وأمله في فوز الجزائر بتنظيم الكان، وهي الجريمة التي لا يمكن التسامح معها في نظر الخواه. وجرت التغريدة موجة غضب عارمة على الدراجي على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث استغرب النشطاء تبرئته لمتهم كما لو كان يشاهد ما يحدث. وفي هذا السياق علق أحد النشطاء قائلا: ردا عليك حفيظ دراجي، هل أنت صحفي ومعلق رياضي أم أنك محقق جنائي؟ كان الأجدر بك أن تنهمك في عملك المهني وتترك المحققين يقومون بمهامهم دون ضغط. وكان الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف اوقف الصحفي البنيني سوهوندي بيبريبي أو المسمى بفيليكس بيبريبي، وهو أحد المسؤولين الإعلاميين لديه، عن العمل لمدة 5 سنوات بعد اتهامه بالاعتداء الجنسي على مسؤولة مغربية تعمل في لجنة التحكيم بالفيديو التابعة للاتحاد الافريقي لكرة القدم خلال بطولة كأس إفريقيا للاعبين المحليين التي تقام في الجزائر. وهنا لا يفوتني أن أوبخ المعلق الجزائري حفيظ دراجي حينما قال: ذهب ضحية تحرش من نوع خاص لأنه أبدى إعجابه بالتنظيم الجزائري الرائع. عن أي تنظيم جزائري رائع وعن أي شيء تتحدث؟ وقال بأن أمل هذا الصحفي البنيني هو تنظيم الكان من قبل الجزائر. ولكن أود أن أخبرك بأن كان 2025 سينظم بمشيئة الله ليس في الجزائر. أنا لا أعلم الدولة ولكنني متيقن بأنه لن ينظم في الجزائر. هل لديكم بنية تحتية أصلا لكي تنظمون كأس بحجم كأس إفريقيا؟ وأنت تقول في نظر الخاوة. عن أي خاوة تتحدث؟ ودولتك تقوم بإيواء مرتزقة البوليزاريو لتقسيم المغرب، ولكن هيهات، الصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وفي هذا السياق قطر المعلق المغربي بقنوات بين سبورتس القطرية جواد بادة الشمع على الأبواق الإعلامية الجزائرية، وأولهم زميله في القناة البنفسجية حفيظ دراجي. جاء ذلك في تغريدة نشرها على حسابه على تويتر تحدث من خلالها عن قرب انطلاق منافسات كأس العالم للأندية التي يحتضنها المغرب بداية من فتح فبراير المقبل. وكتب جواد بادة في تغريدته: ستتجه أنظار العالم إلى المملكة المغربية، والمناسبة أكبر حدث كروي في القارة الإفريقية كأس العالم للأندية. وأضاف جواد بادة قائلا: كما جرت العادة المغرب موطن التظاهرات الكبرى ودرس آخر في حفل الافتتاح بعد حفل كان السيدات الذي جسد جزءا من التراث المغربي الأصلي والأصيل بعيدا عن التقليد والاستنساخ. سطروا معي جيدا: بعيدا عن التقليد والاستنساخ.
أنصت جيدا يا حفيظ، يا دراجي، يا بوق كابرانات فرنسا، بعيدا عن التقليد والاستنساخ أيها المعتوه. لن تفلح لا أنت أو غيرك في المس بكرامة المغاربة أو استفزازهم ما دمنا أحياء فوق هذه الأرض، فسندافع بكل ما أوتينا من قوة عن الوحدة الترابية للمملكة المغربية. وفي خبر آخر، في كل مناسبة تحاول الجزائر استقطاب موريتانيا إلى طرحها في قضية الصحراء المغربية، بينما تؤكد نواكشوط على حيادها الإيجابي في هذه القضية لتعكس بذلك رغبتها في استمرار التعاون البناء مع المغرب في شتى المجالات. وكان سفير الجزائر بنواكشوط قد أقدم على اتهام وسائل إعلام موريتانيا بالعمالة للخارج، واعتبرها العديد من المتتبعين إشارة إلى المغرب، ما دعا بالعديد من وسائل الإعلام إلى ضرورة وقف السفير الجزائري عند حدوده الدبلوماسية في خطوة رأى المراقبون أنها دبلوماسية رسمية واستباقية. قام وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج محمد سالم ولد مرزوق باستقبال حميد شبار سفير المملكة المغربية بموريتانيا، كما استقبل محمد سالم ولد مرزوق وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج بعد السفير المغربي السفير الجزائري محمد بن عتو. وقد جرى اللقاءين بحضور محمد الحنشي الكتاب السفير المدير العام لمديرية التعاون الثنائية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج. ذكرت وكالة الأنباء الموريتانية أن اللقاء تناول علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين، إضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك. وقال وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج محمد سالم ولد مرزوق إن موقف بلاده من قضية الصحراء المغربية ثابت منذ 1979 والذي يتجسد في الحياد الإيجابية. واعتبر ولد مرزوق أن الموقف الموريتاني الثابت يتأسس على ما أسماها بمبادئ ثلاثة، أولها أن الحكومة ملتزمة باحترام جميع القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة ذات الصلة، ثانيا الحرص والعمل على العلاقات المتميزة مع كل الأطراف، ثالثا الاستعداد التام والإرادة الصادقة لإيجاد حل سلمي للقضية لتساهم موريتانيا في إيجاد حل سلمي وتكون جزءا من الحل في قضية الصحراء المغربية لا جزءا من المشكلة. ويؤكد ذات المتحدث بقول الصحراء المغربية. وفي موضوع آخر، الجزائر تتسلح من فرنسا من أجل الحرب ضد المغرب ويعد لها من زمان، فلمن يتسلح السعيد شنقريحة؟ هل للجزائريين؟ وهل فعلا فرنسا تسلح البوليزاريو عن طريق الجزائر؟ فعلا ضباع قصر المرادية فقدوا السيطرة على الداخل الجزائري، وعلم الجيش الجزائري بأن السلاح الذين يتوفرون عليه من روسيا سلاح فاسد وغير صالح أبدا، فقرروا كابرانات الجزائر لعب ورقة الحرب والتسلح من فرنسا. فكان لزاما ذهاب شنقريحة رجل العصابات الأول في الجزائر إلى فرنسا لتوقيع اتفاقيات شراء الأسلحة. وبطبيعة الحال جناح عبد المجيد تبون يتقوى على جناح سعيد شنقريحة، وذهابه إلى فرنسا كان مضطرا حتى لا تتم الإطاحة به من منصبه من قبل عبد المجيد تبون. إذن الجزائر تتسلح من فرنسا وهي الراعي الرسمي لعصابة البوليزاريو أو البطاطشة أو الصنادلية، سموهم كما شئتم، وتمولهم بالسلاح الروسي، لكن هذه المرة ستمولهم بالسلاح الفرنسي. هيهات المغرب سيتصدى لكم بالمرصاد، واللي فات الحدود غنطرطقوا في حبوا البارود. انتهت الحكاية بشعار الله الوطن الملك. ورد المملكة المغربية لم يتأخر. في هذا الإطار يتجه المغرب نحو منح صفقة إنجاز مشروع الخط الثاني من القطار فائق السرعة البراق الذي يربط الدار البيضاء بأكادير لشركة أو مؤسسة صينية. في هذا السياق أفادت مصادر إعلامية بأن هذا التوجه من السلطات المغربية يندرج ضمن الشراكة الاستراتيجية متعددة الأوجه التي تجمعه بالصين، ويعزى هذا الاختيار من المملكة المغربية إلى تجربة الصين الطويلة
طويلة في مجال البنيات التحتية، إذ تقابل المشاريع التي تنجزها المؤسسات الصينية بتنويه إشادة دوليين واسعين. وأرجعت المصادر ذات هذا التوجه من المغرب نحو الصين بتكليف إحدى شركاتها بتنفيذ إنجاز هذا الخط الجديد للبراق بين المدينتين المذكورتين إلى رغبته في ضمان تخفيض كلفة المشروع وضمان سرعة إنجاز المشروع. وذهبت المصادر الإعلامية إلى أن الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية بين المغرب والصين والتطمينات التي قدمها العديد من المسؤولين المغاربة تقوي حظوظ التنين الآسيوي للفوز بهذه الصفقة، في حين أن المملكة المغربية بهذا التوجه قد وجهت ضربة اقتصادية صاعقة للمعتوهة فرنسا التي بدأت تحابي الجزائر مؤخرا. ولكن هيهات، أنتم بالضبط يا الفرنسيس تعلمون قوة المغرب والمغاربة. فما رأيكم في هذه المستجدات؟ أنتظر جوابكم وتفاعلكم في التعليقات.